مرحبا. اليوم حابة أعمل معاكم بسبوسة محشية بحشوة لذيذة، وبسبوسة كده كلها دايبة وحلوة. ويلا نشوف الخطوات. جهزت هنا عندي المقادير كلها. طبعا طريقتها مرة سهلة. حنحط أول شيء الناشف مع بعض، اللي هو عندي هنا السميد وجوز الهند والسكر. وبعد كده حطيت بيكنج بودر مع فانيليا. هكتب لكم كل المقادير في صندوق الوصف. بعد كده هخلط المكونات الجافة مع بعض. وبعد كده هحط السوائل. عندي هنا زيت نباتي، وعندي بيض، وعندي علبة زبادي. بعد كده أخلطها كلها سوا. طبعا زي ما انتم شايفين ما احتجت أداة كهربائية ولا أي حاجة، كله خلط باليد. وصفة سهلة وسريعة وطعمها مرة مميز. لما يصير معايا بهذا القوام خلاص كده أول طبقة معايا صارت جاهزة، وحصبها على الصينية. نيجي هنا في الصينية بايركس، حطيت شوية من الطحينية. طبعا تقدروا تستخدموا زيت نباتي أو تقدروا تستخدموا زبدة، عادي كله ينفع. أنا حطيت هنا من الطحينية ودهنتها عشان ما تلصق معايا البسبوسة. بعد كده صبيت نص الخليط، طبعا مو نص، أقل من النص بشوية عشان تكفي معايا الطبقة للتغطية. سويته، وبعد كده أحطه على الفرن على درجة حرارة 180 درجة من تحت. في هذه الأثناء حجهز للحشوة. عندي هنا مكونات الحشوة، هذه هي اللي حستخدمها. بس في البداية استخدمت هنا كوبين من الحليب السائل، حطيته على النار، وبعد ما سخن معايا الحليب أحط المكونات التانية. حطيت 6 حبات جبن كيري، وحطيت قشطة طازجة. طبعا تقدروا تستخدموا القشطة المعلبة، بس حسيت القشطة الطازجة طعمها أحلى في الحشوة حقة البسبوسة. وحطيت كمان 4 ملاعق من النشا عشان يثقل الخليط ويصير كده قوامه ثقيل وكريمي. طبعا نستمر بالتحريك عشان ما يتكتل الخليط معانا. لما يصير معايا بهذا الشكل أعرف إنه الحشوة صارت عندي جاهزة. حصبها على أول طبقة. بعد كده أساويها. وبعدين حصب شوية موية عشان يكون معايا سايل وما يتعبني وأنا أفرده على الخلطة. يعني تقريبا تحطوا حقة أقل من ربع كاسة، ألين ما تشوفوه كده معاكم سايل شوية يكون تمام. بعد كده دخلته الفرن على درجة حرارة 180 بس من فوق عشان يتحمر معايا. تقريبا ما ياخذ وقت، يعني حقت 10 دقايق 15 دقيقة وصار معايا جاهز. طبعا استنيته شوية يبرد، وبعد كده قطعته إلى مربعات. طبعا زي ما انتوا حابين، كل واحد وذوقه في التقطيع.
قطعتها وبعد كده حطيت عليها من حليب نسلي مكثف محلى. تقدروا تستخدموا شيرة إذا حابين، لكن أنا أفضل أستخدم حليب المكثف. قطعتها طبعا في البداية، بعدين حطيت الصوص عشان يتشرب معايا. أخليها تقريبا حقت كده 10 دقايق بس عشان يتشرب معايا، وبعد كده حبدأ بالتزيين. زينتها بالورد، طبعا هذا الورد صالح للأكل، وبعدين حطيت عليها من الفستق. طبعا تقدروا تزينوها بأي طريقة انتوا حابين، بالجوز، بالفستق المطحون، بأي حاجة، بس أنا حبيت أزينها بهذه الطريقة. طبعا أحلى فقرة عندي فقرة التزيين، بستمتع جديا وأنا بزين، وطلع معايا بهذا الشكل، وكده صارت معايا جاهزة. طبعا ما تتخيلوا قد ايش الطعم أكثر من رائع. يعني أنا جربت كذا طريقة للبسبوسة، لكن جديا هذه أفضل بسبوسة محشية، لأنها طرية ولذيذة، تحسوا كده بحشوتها، وبنفس الوقت الحشوة ما هي حالية مرة، ما فيها حلا كثير، يعني كلها على بعض متناسقة وطعمها جدا جميل. أتمنى أنكم كلكم تجربوها. طبعا البسبوسة ما تحلى إلا بالقهوة العربي. تقدروا تجربوها برضو مع النوتيلا، يعني حطيت عليها شوية من النوتيلا وطلع طعمها جدا لذيذ، في كل حالاتها لذيذة. أتمنى تعجبكم الوصفة، وتكتبوا لي في الكومنتات إذا عجبتكم أو لا، وأتمنى تدعموا قناتي، تعملوا لي لايك وشير للفيديو، تفعلوا الجرس إذا ما اشتركتوا لسه، تشتركوا في قناتي، ويعطيكم ألف عافية، وانتظروا المزيد من الفيديوهات، وشكرا.